عم افتح الباب، عيب كده، الناس بتصور. اتفرج كده معايا امام عاشور عمل ايه. طبعا انت كزملكاوي هتشوف الفيديو ده وتقول شوف امام عاشور بيعمل ايه، شوف البلطجي بيعمل ايه، شوف امام عاشور المتهور بيعمل ايه. ده لو واحد في نادي الزمالك كان اتوقع عليه اقصى عقوبه، انما امام عاشور بيلعب في النادي الاهلي فما ينفعش يتوقع عليه عقوبات. واي واحد اهلاوي هيشوف امام عاشور يقول لك لا امام عاشور مش غلطان، امام عاشور اللي بيعمله ان هو عايز ينزل الملعب تاني ببنته. تعال اقول لك ايه اللي حصل، وهل امام عاشور غلطان ولا مش غلطان. اللي حصل ان امام عاشور ساب الملعب وطلع المدرجات عشان يجيب بنته الصغيره عشان تفرح معاه وتحتفل معاه بالدوري المصري. وامام عاشور بعد ما نزل من المدرجات عايز يدخل الملعب تاني. عندك الامن مرضيش يدخل امام عاشور، الامن غلطان وامام عاشور غلطان، اللي ماسك الباب ده غلطان وامام عاشور غلطان. هتقول لي اللي ماسك الباب غلطان ليه؟ ما هو بيطبق التعليمات. اقول لك بيطبق التعليمات على مين؟ ما انت عارف ان ده امام عاشور وراح يجيب بنته من المدرجات وهيدخل تاني، ومعروف ان اي لاعب بيحتفل مع عيلته بالدوري، وانت عارف ان ده امام عاشور. كفايه تخلف بقى، كفايه تخلف بقى، وتقول له اصلا بيتبع التعليمات. تعليمات ايه؟ ما هو في الاخر هيدخل. وامام عاشور استعجل، امام عاشور كان المفروض ينتظر لما يدخل، امام عاشور المفروض ينتظر لما التاني يفتح له الباب. انت كلاعب في النادي الاهلي ما ينفعش يحصل منك الكلام ده، ما ينفعش تتعصب على الباب وتكسر الباب. الباب ماله؟ الباب ما عملش فيك حاجه. يبقى امام عاشور غلطان وبتاع الامن غلطان، بتاع الامن غلطان عشان ما شغلش دماغه والغباء مسيطر على دماغه، وامام عاشور غلطان لانه تهور وغلط. فده يتحاسب وده يتحاسب، الحق حق أن يتبع. امام عاشور غلطان وبتاع الامن غلطان. مش هنطلع نقول ان امام عاشور مش غلطان واي حد مكانه هيعمل كده، اي حد لو مكان امام عاشور فعلا هيعمل كده. بس امام عاشور غلطان لانه كان مفروض يصبر شوية وكان هيدخل عادي والدنيا هتبقى زي الفل. بس امام عاشور كان عايز يحتفل مع زمايله وغصب عنه، وبتاع الامن غصب عنه برضه. بس كده، يلا سلام.